ماي شانل. بكره انا رايحه دبي، زي ما فهمتكم في الفيديو اللي فات. انا رايحه دبي بكره عشان احضر ايفنت مهم مع يوتيوب، وكالعاده باخدكم معايا يوم التجهيزات لاني مسافره بكره. فالنهارده هحضر حاجات كتير وهروح اعمل مشاوير. طبعا هاخدكم معايا يوم السفر اللي هو بكره. النهارده في مشاوير كتير جدا محتاجه تتعمل، هقولها لكم بالترتيب وهقول لكم يعني ليه مهمه وتجيبوا معاكم اوراق ايه والكلام ده كله. اوقات كتير ناس بتبعت لي مسجات على الانستجرام ازاي نحضر للسفر، ازاي نستعد عشان ما نعملش باكينج كتير. يعني في ناس كتير بتبقى اللي هو ايه تاخد الدولاب كله وما تبقاش عارفه تاخد ايه معاها وهي مسافره، فبينتهي بيها الموضوع ان هي معاها شنط كتير قوي فيها حاجات عمرها ما هتستعملها. فبما اني بسافر كتير بقى عندي خبره شويه في الموضوع ده، فهقول لكم عليه النهارده. كده قبل السفر لتركيا عملت فيديو تجهيزات برده، حكيت لكم انا ازاي بحضر شنطتي والكلام ده كله، ولكن مع الوقت كلنا بنتطور، فحابه ان انا برده اشارككم النهارده. فيزا الامارات تعتبر من الفيزات السهله الحصول عليها، انتوا بس بتقدموا عليها اونلاين، مش محتاجين تروحوا الصرافه مش محتاجين تروحوا السفاره ولا اي حاجه ولا مكتب ولا اي كلام ده. انتوا بس محتاجين تقدموا عليها اونلاين او تقدموا عليها من خلال شركه سياحه. انا شخصيا قدمت عليها من خلال شركه رانيفيرا اللي انا بتعامل معاها دايما في السفر، انتوا اكيد عارفينها خلاص دلوقتي. هسيب لكم كل معلومات الشركه في صندوق الوصف وتعليق مثبت عشان لو حبيتوا تسافروا بعد كده. ثانيه واحده بقى، عايزه اوريكم انا هلبس ايه في الايفنت اليوتيوب عاملينه هيكون على يومين. اليوم الثاني هو الاهم، يعني اليوم الثاني فيه زي ما تقولوا سيلبريشن او احتفاليه، ولكن اليوم الاول اكتر ورك شوب، او ان هو بيعلمونا حاجه بيدونا ورشه في حاجه معينه. فعشان كده انا عندي 2 اوتفيت، واحد شكله يعني كده شويه وواحد كده شويه مش عارفه اشرحكم ازاي. اوكي الاوتفيت الاول اللي هو اليوم اللي هيكون فيه ورك شوب، اللي انا مش محتاجه البس فيه حاجه كده، يعني هلبس ده عشان يعني الحته دي كده بحس ان هو كده شويه، وهنا ابيض هلبس قميص ابيض والبنطلون ده عليه. حاولوا تتخيلوا ابيض فوق هنا وبنطلون ده. ومفروض بقى ان انا هجيب اشارب النهارده اخدكم معايا. انتوا عارفيني قبل ما بسافر بحب اعمل شوبينج اشاربات عشان الصور يبقى شكلها مختلف. واليوم الثاني وبما ان ده يوتيوب واليوتيوب لونه احمر، فقررت ان انا هلبس السوت دي. كنت جايباها من شي ان، مش فاكره وريتها لكم قبل كده ولا لا، ولكن هي عباره عن ده طويل كده وعليه بنطلون نفس اللون بالظبط. هي سوت بس سوت خفيفه، يعني مش سوت تقيله، شايفين هي سوت خفيفه وهلبسهم على بعض، وبرده في النص ابيض ومحتاجه اجيب لها اشارب. فنفس الكلام لما ارجع البيت هوريكم الحاجات اللي انا جبتها، بس ده فور ناو. هما دول الاثنين اوتفيتس اللي انا هلبسهم في الايفنت بتاع يوتيوب، وان شاء الله الاقي لهم شربات مناسبه. حاليا انا نازله اعمل اول مشوار واهم مشوار، وهو مشوار البنك. انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في الشانل، وده مشوار ما ينفعش يحصل غير ليله السفر، لان هم مش بيسمحوا ان انتوا تاخدوا فلوس من البنك او يعني بتحولوا دولارات من البنك غير قبل السفر ب 48 ساعه. وانا مسافره يوم الاثنين والبنك قافل السبت، ما عنديش غير النهارده يوم الاحد. فانا حاليا رايحه للبنك. المفروض ما اعرفش ايه الليميت، هقول لكم بقى دلوقتي مسموح الليميت قد ايه، ولكن يا رب يدوني دولارات، لان انتوا ما ينفعش تسافروا بره مصر بالمصري. هتعملوا بيه ايه؟ محتاجين يا دولارات يا دراهم. فخلينا نجرب. ده اول مشوار هعمله النهارده، ولكن قبل المشوار ده وكالعاده تعالوا نشرب كافي. الحمد لله خلاص جبت كافي وجبت فطار وكله تمام. يا جماعه انا بعشق هذا الاختراع من دانكن. هو عباره عن كرواسون عادي جدا وجواه جبنه ومش عارفه لانشون ده ولا ايه، بس جامد. المهم قبل ما نروح البنك حابه افكركم ان انتوا لازم تطبعوا كل حاجه ليها علاقه بالسفريه بتاعتكم، الفيزا، الباسبور، البطاقه، تذكره الطيران، لو في حجز اوتيل او في اي حاجه تثبت ان انتوا فعلا مسافرين. البنك بيطلبها، ومش بس بيطلبها، لا بيطلبها هارد كوبي، فلازم تطبعوها عند اي مكتبه قبل ما تروحوا البنك. عشان اتدبست الحوار ده كذا مره بصراحه. لازم طبعا فين في جيبي، بس الجاكيت ده بجد بيشيل حاجات كتير قوي. لازم تبقى معاكم الباسبور برضه هارد كوبي. ما ينفعش ان انتوا تعتمدوا على هذه الورقه بس، لازم يبقى معاكم الباسبور هارد كوبي. وفي بعض البنوك بيختموا لكم الباسبور بعد ما بتاخدوا فلوس عشان يتاكدوا ان انتوا مش هتاخدوا دولارات من بنك تاني، ودي اعتقد قوانين الدوله، يعني ملهاش علاقه بالبنك قوي، او مش اللي هو البنك بيرخم مثلا، لا دي بتبقى يعني ايه قوانين كده. اخر حاجه سمعتها ان انتوا مسموح لكم ان انتوا مسموح لكم ب 500 دولار. معرفش ينفع اكتر من كده ولا لا، بس عامه زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع سفريه تركيا، حاولوا ما تعتمدوش قوي على الكاش واعتمدوا اكتر على الكريدت. سافروا بالكريدت كارد يا جماعه. اي مشتريات من محل، سوبر ماركت، اي حاجه، اعتمدوا على الكريدت كارد. لكن الحاله الوحيده اللي هتدفعوا فيها كاش هي الاماكن اللي ما بتقبلش غير الكريدت كارد، او وقت الازمات، يعني تعتمدوا على الكاش وقت الازمات بس. يلا بينا نروح البنك. الاثنين دول على بعض حاسه انه ممكن يكون لايق شويه، اللي هو يكون هنا اسود وهنا ابيض،
وده فوقيهم. بس لطيف، هو مش ساده بس هو مش ساده، بس التاني مش لاقيه له حاجه لايقه بصراحه. هاي جايز، يوم السفر. انا اسفه الفيديو امبارح قطع فجاه انا عارفه، ولكن من كتر المشاوير اللي كانت ورايا اتلهيت فيها وبطلت تصوير. اللي حصل باختصار زي ما انتم شفتوا، رحت فطرت وبعدين رحت البنك ورحت جبت الشربات والكلام ده. كل اللي انا عايزه اقوله لكم الموضوع ده كله هو اللي حصل في البنك. سالت الراجل اذا كان بيدوا دولارات عادي، قال لي لا، لازم يكون الشخص اللي بياخد دولارات ده مسافر، ولازم يكون فاضل على سفره 48 ساعه، ولازم ما يكونش المبلغ اللي هياخده بيعدي 1500 دولار. ما ينفعش ياخد اكتر من كده. المفروض الليميت 3000 دولار، ولكن معظم البنوك ما بتديش غير 1500 او اقل. 1500 ده لو انتم محظوظين، عدد بيدوا 500 800 1000 كده يعني، بس هو قال ماكسيمم 1500 مع ان الليميت 3000. دلوقتي هقعد احضر معاكم الشنطه، بس بليز يا جماعه ما تنسوش تقترحوا عليا في التعليقات حابين تشوفوا فيديوهات ايه في دبي او فيديوهات ايه في الامارات عامه، عشان انا محتاجه الافكار دي عشان اروح اصور. لان زي ما انتم عارفين وقلت لكم في الفيديو اللي فات ان السفريه دي فعلا حرفيا جت فجاه، ما كنتش مجهزه لها خالص. هي فجاه كده اللي هو اوكي انا رايحه دبي شكرا. وعشان كده سالتكم على الانستجرام اذا كان عندكم افكار او حاجه، وبصراحه في ناس كتير فادتني، ولكن دايما الناس على اليوتيوب هي اللي بتبقى متابعه اكتر وبتبقى عارفه اكتر ستايل الفيديوهات اللي انا بعمله ايه، لان مش اي فكره ينفع تتنفذ على قناتي او هتيجي على قناتي. فانتوا بتبقوا اكتر ناس عارفه نوع المحتوى بتاعي، فلو عندكم اي اقتراحات ابعتوها لي سواء في مسج على الانستجرام او هنا في الكومنت. ويلا بينا نعمل احلى فقره تحضير الشنطه. اوكي يا جماعه، وصلنا لاكتر فقره محببه لقلبي انا، وهي تحضير الشنطه. في ناس بالنسبه لها تحضير الشنطه رخم، انا بالنسبه لي بصراحه بيبقى متعه. هقول لكم تيبس صغيره كده اتعلمتها وليه، علشان لما تيجوا تسافروا ما تشيلوش حاجات كتير معاكم. اولهم واهمهم لما تيجوا تاخدوا معاكم هدوم، حاولوا تكتروا من البيزكس او حاولوا تكتروا من الحاجات الساده اللي هتساعدكم ان انتوا تستعملوها في كذا طقم. يعني بلاش البنطلونات المنقوشه، بلاش البلوزات المنقوشه، الحاجات اللي هتحددكم. لا، انتوا ممكن تغيروا في الاشارب، لو انت بنت ممكن تغيري في الاشارب براحتك منقوش، والهدوم تبقى ساده تعكيسي عكس عكاس، خصوصا لو قاعده فتره طويله. انا مش قاعده فتره طويله قوي، انا قاعده بالظبط 9 ايام، وهنشيل منهم 3 ايام من ال9. بصوا انا بفكر ازاي، هنشيل من ال9 ايام 3 اليوم الوصول اللي انا هبقى لابسه فيه اصلا اللبس ده، والطقمين اللي انا قلت لكم عليهم في اول فيديو اللي هلبسهم في الايفنت، فدول ادي يومين راحوا. يبقى كده احنا محتاجين نتصرف في 6 اطقم. فدي اول تip اقولها لكم، هاتوا كتروا من الساده واعملوا الاوتفيتس على حسب الايام، ويستحسن لو تصوروهم كمان على الموبايل عشان تعرفوا هتلبسوا ايه، هيسهل عليكم كتير قوي الكلام ده، خصوصا للبنات. انا عارفه الولاد مش بتركز في الحاجات دي، ياخدوا اي تي شيرت على جينز وخلاص، بس البنات بتركز في الحاجات دي. نيجي بقى لاول حاجه احطها في شنطه. انا بحب دايما ابدا بالحاجات البرايفت اللي عايزاها تبقى دايما تحت، زي مثلا الحاجات اللي بتتلبس من تحت الهدوم والفوط والحاجات دي كلها. الحاجات دي المفروض ان هي تبقى في الشنطه من تحت، نحاول على قد ما نقدر ما تبقاش ظاهره. وفي نفس الوقت عشان لقيت الغلطه دي بيغلطوها كتير من صحابي، ان هم يحطوا الحاجات اللي بتتلبس من تحت دي كده عادي، يعني كومه عادي من وسط الاكوام. لا يا جماعه ما ينفعش، لازم تحطوها في شنطه لوحدها او في كيس معتم، يعني اسود مثلا او اصفر او كده، ما يبقاش باين ايه اللي جواه. زي ما انا عامله كده حطاهم جوه شنطه عشان ما يكونش باين ايه اللي جوه الكيس. ليه بقى؟ لان لحظه التفتيش فتحتي الشنطه لاي سبب من الاسباب، هم فتحوا الشنطه لاي سبب من الاسباب، ما تبقاش حاجتك باينه عشان عيب. ويندرج تحت نفس الكاتيجوري البيجامات برضو من الحاجات اللي انا بحب احطها تحت، فعشان كده هتبقى البيز بتاع الشنطه هي البيجامات الفوط والملابس الداخليه. تاني حاجه نيجي بقى للهدوم. زي ما قلت لكم انا كترت من البيزكس، يعني الحاجات اللي بتتلبس تبقى معظمها ساده علشان نقدر ان احنا نتحكم فيها على قد ما نقدر. وكل هدوم جواه الاشارب اللي لاقي عليه، كل اوتفيت جواه الاشارب اللي لاقي عليه. فور اكزامبل مثلا فاكرين الاوتفيت اللي قلت لكم عليه هلبسه في الايفنت، انا حطيته جوه بعضه، الاشارب اللي اشتريناه مع بعض، بنطلون والبليزر، عشان يبقى سهل ان الواحد ياخد ويلبس بيبقى عارف هو اوريدي هيلبس ايه، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير. فدي تاني حاجه هنحطها في الشنطه اللي هي الهدوم. حطيت برضو اوبشنز ملونه عشان ما يبقاش كله ساده، وحطيت جوه كل واحده الاشارب اللي انا هلبسه عليها. لو تاخدوا بالكم اقدر قوي البس على القميص ده ايه، هو اخضر في موف، كنت جايباه معاكم من تركيا لو تفتكروا، فقررت ان انا هلبس عليه موف. انا عارفه ان هو مش الاختيار الاول هيبقى عند البنات، اعتقد ان معظم البنات لو عندها القميص ده هتلبس عليه اخضر، بس انا قررت البس عليه موف نفس درجه الموف بالظبط، وحطيت اشاربه جواه. وعشان زي ما قلت لكم انا مكتره من الساده، فعندي اوبشنز كتير قوي ان انا البس اشاربات منقوشه براحتي، ممكن البس اي اشارب تاني من الحاجات المنقوشه اللي عندي، فحطيتهم كلهم في كيس علشان اقدر ان انا برضو اطلعهم بسهوله. فدي هتبقى الحاجه اللي برضو على الوش، لان هي تعتبر الحاجات الصغيره اللي بتوه وسط الشنطه. ده الاوتفيت اللي انا هلبسه في اليوم الثاني. للاسف ما لقيتلوش اشارب يا جماعه، ما كانش فيه وقت حتى ان انا اروح اجيب اشارب، فهحطه زي ما هو وهدعي ربنا بقى ان في حاجه تلاقي عليه. واخر حاجه في اللبس هي البيزكس او اللوزات البيضه او القمصان البيضه او السوداء او الحمراء، المهم البيزك اللي بتلبس من تحت. يعني انا هلبس كارديجان زي ده كده، بنطلون، دول خلاص مفروغ منهم. هنا بقى هلبس ايه؟ فانا لابسه اهو بينك، في اسود، في ابيض، في حاجه مثلا فيها نقشه صغيره،
في قميص، في دانتيل، حاجات يعني فاهمين، بس البيزكس. واخر حاجه احطها في الشنطه بالنسبه للهدوم هي البنطلونات، جينز، لان ده طبعا لازم، وسويت بانس انا اوريدي لابساها. لازم يا جماعه تسافروا بسويت بانس لاي سبب من الاسباب. قررتوا في يوم تروحوا حته مثلا فيها مغامره، حته فيها رمله، حته فيها مش عارف ايه، يبقى معاكم سويت بانس احتياطي، بنطلون كلاسيك وبنطلون كاجوال. ده اللي انا خدته. بفكر اخد معاهم كمان حاجه مثلا تكون فاتحه شويه، بينك اورنج حاجه كده، بس لسه متردده بصراحه، غالبا مش هعمل ده. دي اخر حاجه انا هحطها في الهدوم في الشنطه. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، وهي اهم حاجه في شنطه السفر لو رايحين ايفنت ليها علاقه باجتماع مش عارف ايه، ايفنت زي اللي انا رايحاها دي، المكوه. انا زي ما قلت لكم انا هقعد عند صاحبتي اصلا، فاكيد هي عندها مكوه، ولكن عشان ما انتقلش على الناس قررت اخد المكوه بتاعتي. فهحط المكوه في الشنطه. وحاولوا لو هتاخدوا الكترونكس، شوار، مكوه، بيبي ليس، اي حاجه تحطوها وسط الهدوم عشان ما تتخبطش. والشنطه طبعا انتوا عارفين الشنطه بتترمى ازاي في المطار، عشان ما تتبهدلش حاولوا تحطوها كده تبقى الناحيه الفلات هي اللي فوق، وتحطوها وسط الهدوم بالمنظر ده. واكتر حاجه بحب تكون على الوش هي طرحه الصلاه، عشان لو حبيت اصلي ما اقعدش بقى انكت الشنطه وادور فين طرحه الصلاه فين مش عارف ايه. فده لبس الصلاه، سواء انتوا بتلبسوا طرحه الصلاه زي قطعتين او بتلبسوا اسدال ايا كان، فانا بحب دايما تبقى موجوده على الوش، بتسهل عليكم كتير. طبعا نغطي الالكترونكس اللي احنا حطيناها علشان تبقى زي حمايه ليها، عشان لو حاجه خبطت في الشنطه من هنا ما تتكسرش او تبوظ. كده انا خلصت الهدوم. نيجي بقى للحاجات اللي مش هدوم. اول حاجه الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت. للاسف بما ان في فرق عمله كبير قوي ما بين مصر والامارات، فبيبقى صعب قوي ان كل شويه الواحد يسناك من هناك، فلازم يكون في حاجه في الشنطه تصبيره كده لحد الاكله اللي بعدها. فجبت حاجات تنفع لكده، جبت مثلا مويتو، سان بايتس، الحاجات اللي هي كده دي. طبعا انتوا اللي مش مصريين بتتفرجوا عشان انتوا خلاص عرفتوا ايه الحاجات دي، عشان انا عملت تشالنجز كتير للسناكس المصري. وجبت كمان بسكوت وشوكليت علشان يبقوا في الشنطه، يدوا باور، يدوا انرجي كده، وفي نفس الوقت يشبعوا شويه. ودي من الحاجات هتبقى ثابته في الشنطه. عايزه اخد واحده من دول او اتنين احطهم اصلا في شنطه ايدي عشان لو احتجتهم وانا في الطريق، والباقي يتحط في الشنطه عادي. ثم تاتي اي حاجه بقى الناس طالبينها منكم في البلد اللي انتوا رايحينها، عشان برضو تبقى من الحاجات اللي على الوش عشان تطلع على طول، الا لو هي حاجه بتتكسر فبرضو حطوها في وسط الحاجات كده عشان ما تتكسرش. كده فاضل بالظبط احط في الشنطه 3 حاجات. اول حاجه الشنطه. انا انصح جدا لما تيجوا مسافرين تاخدوا شنط بيزكس، لا كاجوال قوي ولا فورمال قوي، عشان لو فورمال قوي مش هتلاقي على لبس كاجوال والعكس. حاولوا تاخدوا شنط تليق على كل حاجه. انا هاخد واحده بيضه، هي مش بيضه يعني، هي اوف وايت، لسه جايباها جديد يا جماعه، فرحانه بيها قوي وملمسها ناعم كده مش عارفه باين، عامله زي المخده كده. وشنطه سودا، ودول اكيد هيليقوا على كل حاجه. ودي عاجبني قوي ان فيها بوكيت صغير كده يتحط فيه اي حاجه صغيره تبقى اكسسبل، مفتاح الشقه بتاعه، مفتاح البيت، مفتاح الاوتيل، اي حاجه. وزي ما قلت لكم كده فلافي عجباني قوي. فدي برده من ضمن الحاجات اللي انا بحب احطها على الوش علشان تبقى اكسسبل سهله، وفي نفس الوقت نداري السناكس عشان ما تتكسرش. كده فاضل حاجتين تحط في الشنطه، التويلاتريز اللي هي الحاجات بتاعت الحمام، الحاجات تستعملها بشكل يومي، والحاجه الثانيه هي الاكسسوارز والميك اب، ودي طبعا حاجه للبنات بس. اول حاجه التويلاتريز، هاخد الحاجات الاساسيه. النصيحه الوحيده في الموضوع ده انه يا جماعه خدوا الترافل سايز من كل حاجه، ما تاخدوش شامبو مش شاور جل مش عارف ايه، لا يعني ده مثلا ميك اب ريموفر، انا عندي الكبير منه كلنا عارفينه بتاع جارنيه، تحفه يا جماعه حلو قوي. بس لما اجي اسافر مش هاخد الكبير ده، الكبير ده بياخد سبيس وبياخد وزن، بياخد كل حاجه، فناخد الصغير اللي هو ترافل سايز. نفس الكلام بالنسبه للشامبو، برضو ترافل سايز. كريم بتاع الايدين نفس الكلام، هاخد ترافل سايز. دي التيب الوحيده في الموضوع. التيب الثانيه ان انتوا لو هتاخدوا مثلا معاكوا قطن او حاجه شبه كده، ناخد الحاجات اللي قربت تخلص عشان برضو ما تاخدش سبيس. يعني مثلا ده القطن بتاع الميك اب، ما تاخدش واحده كبيره مليانه، احنا قاعدين اسبوع، فبرضو ما تاخدش سبيس. فاهمين قصدي؟ يعني الحاجات اللي هي كده دي على قد السفر. نفس الكلام هقول لكم كمان شويه في الادويه، يعني دي لو ضغطناها بالمنظر ده هم دول الحبه المتبقين. طبعا مش هستعمل كل ده في اسبوع، اكيد هستعمل الحبه دول مثلا بس عشان اخدها كلها على بعضها. نفس الكلام في الفيس واش، لو تفتكروا ده اللي احنا جبناه مع بعض من الهند، اخدت منه 2، قلت اكيد مش هستعمل اكتر من كده الاسبوع يعني. والتيب الاخير ان انتوا تحطوهم كلهم في باوتش او في شنطه صغيره عشان يبقوا ملمومين، عشان لو قاعدين عند حد او قاعدين في اوتيل او اي حاجه تكون كل الحاجات مع بعض، ما تاخدوش سبيس كبير في الحمام تقعدوا تبعتروا حاجتكم كده وانتوا ماشيين تتوه او تضيع او تنسوا حاجه منها. الحاجات اللي انا هاخدها معايا هي الفيس واش، القطن بتاع الميك اب ريموفر، شامبو صغير، فرشه الشعر، ميك اب ريموفر، وزي ما قلت لكم كريم اللي هو برده ترافل سايز، بس ده هخليه معايا في الشنطه عشان ممكن احتاجه. والحاجه الاخيره هي يا جماعه الهولدر بتاع فرشه السنان. الموضوع ده مهم جدا، هتلاقوها على امازون، تلاقوها على نون، عندي ديسكاونت في نون على فكره لو عايزين، هتلاقوها على جوميا، هتلاقوها على كل الويب سايتس اللي هي بالمنظر ده. يبقى هولدر كده لفرشه السنان، تحط فيها فرشه السنان بتاعتكم عشان تحافظوا عليها من اي بكتيريا، تراب، جراثيم. خدت كمان معجون ترافل سايز، ده انا من الحاجات اللي انا باخدها معايا من الاوتيل وانا ماشيه، احطها مع فرشه السنان
علشان يبقى سهل الاقيها. وبكده يبقى خلصنا الباوتش بتاعت التويلاتريز او حاجه الحمام، ومعاهم الليفه طبعا من الحاجات المهمه جدا، ويا ريت نحطهم في كيس عشان ما يكونوش ملامسين لاي حاجه ثانيه. ودي برده من الحاجات اللي بحب احطها على الوش علشان ممكن الواحد يبقى واصل تعبان، محتاج غسول، محتاج حاجه، محتاج فرشه سنان، تبقى كل حاجه على الوش، ما نحتاجش ان احنا ندعبس في الشنطه. نيجي بقى لاخر حاجه بحطها في الشنطه وهي الميك اب او الحاجات اللي هي اكسسوارز. الحاجات دي نضاره شمس، خدت معايا نضارتين حطيتهم في بتاع واحده علشان ما ياخدوش سبيس، ولكن خلي بالكم تحطوها بطريقه ما يجرحوش بعض عشان ممكن بكل سهوله يجرحوا بعض. حاجه ثانيه هي علبه الميك اب، وزي ما قلت لكم برده في حاجه التويلاتريز بناخد الحاجات اللي احنا عارفين ان احنا هنستعملها، مش بناخد الميك اب بتاعنا كله، عشان في حاجات ممكن نستعملها مره. مثلا انا مثلا عارفه ان انا بحط فاونديشن، بحط كونسيلر، بحط روج، ماسكارا، ايلاينر، اي شادو مثلا، دي الحاجات اللي انا بستعملها، يبقى هي دي الحاجات اللي هنا بس. وحاولوا ما تاخدوش برضو الوان كتير مش عارف ايه، انتوا في الاول وفي الاخر مسافرين مش رايحين تتعايقوا يعني، الا لو رايحين ايفنت وعارفين هتحطوا لها ايه. تمام. طبعا كريمه ترطيب، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي موجوده في مكان واحد جوه الباوتش بتاعت الميك اب. ويا جماعه احلى حاجه جبتها في حياتي هي الليب بالم بتاع سيفورا اللي بالكريز. شايفين بيدي لون ازاي حلو قوي، عاجبني قوي. في نفس الوقت هو بزبده كاكاو، هو مش روج، فعجبني قوي بجد، بحبه قوي وبستعمله على طول. واول ما اروح هناك هجيبه. هو مش افيلبل قوي، ممكن تلاقوه ممكن مش بتلاقوه، بس هو اكيد مش موجود في مصر، هو موجود في الامارات، ولقيته كمان في تركيا لما كنت في تركيا. دي كده علبه الميك اب، بحطها برده من الحاجات اللي على الوش. ونفس الكلام بالنسبه للاي شادو، باخد الترافل سايز او السايز الصغير منها، دي مايبلين، وفيها كل الالوان اللي انا بحتاجها لاني بحب احط الالوان اللي على جولد. فهي دي الحاجات اللي انا بحتاجها دايما، مش هحتاج ان انا اخد معايا الوان ثانيه مش مستاهله. زي ما قلت لكم هي سفريه في الاول وفي الاخر، فمش هنروح نتعايق. ونفس الوقت حطيت برده كل الاكسسوارز بتاعتي في باوتش واحده. وهاخد معايا بادي ميست واحد، ده من باث اند بادي وركس، برده عندي فيه ديسكاونت، بس بقول كده تحت الصندوق الوسط تعليم مثبت عشان لو حبيتوا تشتروا. اكتر ريحه بحبها من باث اند بادي وركس هي سواتر ويذر، لكن للاسف هي ما بتنزلش غير وقت الكريسماس، الوقت اللي احنا فيه ده اخر السنه شهر 12، هي ما بتنزلش غير في الوقت ده. فاول ما بتنزل بروح شاريه منها بقى كله، برفيوم، هاند سوب، كريم، شمعه، كل حاجه بجيب سواتر ويذر دي، بس من كتر ما ريحتها تجنن. هو ده شكلها، بس مش عارفه ليه الباكجينج بايظ هنا، بس مش مشكله، هو ده شكلها وهي دي اللي انا هاخدها معايا. واحده بس تكفي، مش محتاجين اكتر من كده. ده برده احشرها وسط الحاجات عشان ما تتكسرش او يحصل لها اي حاجه. كل ده كده يكون محطوط في الشنطه. اخر حاجه هتتحط في الشنطه وهنقفلها على كده هي الادويه، حطاهم برده في باوتش. الادويه اللي انا باخدها ما بين فيتامينز عشان صحتي مش اكتر يعني هي ملهاش اي علاقه بالعمليه، عشان في ناس بتفتكر ان ليها علاقه بالعمليه. الفيتامينز اللي انا باخدها هي سنترم، ده اكتر نوع انا برتاح فيه، ففيتامينز. وباخد ادويه لانيميا عشان بعد الحوار اللي حصل لي الكبير قوي في الهند اللي انا حكيت لكم عليه، انا ما حكيتلكوش عليه يعني، بس انتوا عرفتوا ان في مشكله صحيه حصلت لي، ابتديت اخد بسببها ادويه انيميا. فادويه الانيميا دول بتوع الحموضه يا جماعه حلوين قوي. هو جافسكون عاملين ومالوكس كمان عاملين الباوتش الصغيره دي، ان انتوا بتروحوا عاملين كده وتروحوا واخدين كل الجرعه في بقكم، وحاجه للصداع وحاجه للمغص. شكرا، سلام عليكم. هي دي الحاجات اللي انا حطاها بتاعه الادويه. لو عندكم حاجه بقى بتظهر لكم، مثلا حد عنده مشكله في ودنه، حد عنده مشكله مثلا في الضغط بتاع الطياره، حد عنده مشكله في النوم، الحاجات اللي هي بقى سبيشالايزد قوي دي، اعملوا حسابكم تاخدوا معاكم الحاجات من بلدكم، عشان مش شرط تلاقوها في البلد اللي انتوا رايحينها. خصوصا ان زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان الكوميرشال نيم بتاع الدواء في البلد اللي انتوا رايحينها ما بيبقاش زي الكوميرشال نيم او الاسم التجاري في البلد اللي انتوا متعودين عليه. فلو مثلا انتوا متعودين تاخدوا مثلا كونجستال، فممكن الكونجستال ده نفسه هو كونجستال، بس في البلد الثانيه يبقى اسمه حزنبول عادي جدا، مش لازم يبقى اسمه كونجستال. فدي برده من الحاجات اللي بتتحط على الوش عشان تبقى اكسسبل لو احتجت حاجه بسرعه. اخر حاجه تتحط في الشنطه هي الجزم. من ضمن الحاجات برضو اللي حابه انصحكم فيها هي انكم ما تاخدوش جزم كتير، بس خدوا جزم مختلفه. يعني ايه؟ يعني انا هبقى لابسه في رجلي جزمه ملونه، انتوا عارفين اي حاجه الوان بتشدني، فالجزمه اللي هتبقى في رجلي هتبقى ملونه. هل كل اللبس اللي انا واخداه هيليق عليها الجزمه دي؟ اكيد لا. فالحل ايه؟ هناخد جزمه بيضه ساده بحيث انها تليق على معظم اللبس وتكون في نفس الوقت محايده، لون محايد، هاتوها بيضه هاتوها سودا، اللون اللي انتوا بتحبوه. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي جزمه كلاسيك او جزمه تكون مش كاجوال، يعني تليق على اللبس اللي مش كاجوال. في نفس الوقت دي جزمه اللي انا عامله حسابي البسها في الايفنت فهاخدها. والحاجه الثالثه هي شبشب عشان يتلبس في البيت او يتلبس لو هتروحوا البحر، يتلبس يعني شبشب. التنوع مطلوب، ولكن ما تاخدوش الوان، ما تاخدوش الجزمه حسب لونها، خدوها على حسب نوعها، تنفع كلاسيك، تنفع كاجوال، تنفع بحر، تنفع مش عارف ايه. فهم دول الثلاثه فوت وير اللي انا هاخدهم، جزمه بيضه ساده، شبشب، وجزمه
يعتبر كلاسيك. وطبعا لازم تحطوهم في كيس او تحطوهم في كفر علشان ما يختلطوش بباقي الحاجات، لان دي جزمه فاكيد متوسخه من تحت على الاخر. وبكده ابقى خلصت الحاجات اللي في شنطه السفر وخلاص هقفلها، مش محتاجه اي حاجه تاني معايا. نيجي بقى للشنطه اللي بعدها. الشنطه اللي بعدها هي الباك باك او الشنطه الكاري اون اللي بتبقى معاكم على الطياره. انا باخد باك باك دايما او شنطه ظهر، وبحط فيها دايما الالكترونكس او الحاجات اللي انا خايفه عليها، سواء قيمه او انها مثلا ممكن تبقى يعني تتكسر مثلا، تضيع، مش عارفه ايه. لو واخدين معاكم حاجه ذهب، لو واخدين معاكم مش عارفه ايه، الحاجات اللي هي القيمه دي دايما بتتحط في الشنطه اللي معاكم على الطياره، مش في الشنطه الكبيره. الشنطه الكبيره دي متعرضه دايما انها تضيع او تتسرق او كده. اي حاجه بتحطوها جوه الشنطه دي المفروض ما تبقاش قيمه. اول واهم حاجه رح تحط في الشنطه دي هي اللابتوب، وانا حاطه اللابتوب جوه، يعني حطاه جوه كفر وحاطه كفر جوه شنطه. هتسالوني ليه حاطه شنطه جوه شنطه؟ علشان لو حبيت ان انا اشتغل مثلا بره البيت او اخد معايا اللابتوب في حته، او لاي سبب من الاسباب حبيت ان انا اتنقل باللابتوب، هل اخد الشنطه الكبيره الباك باك الكبيره دي؟ لا، مش هاخدها. هاخد الشنطه الصغيره الرفيعه اللي انا دايما باخدها معايا في كل حته، فاحط الشنطه دي جوه الشنطه دي. فدي اول حاجه اللابتوب. تاني حاجه وهي الاختراع الجامد جدا ده، الشنطه دي جبتها من كات. الشنطه دي يا جماعه بجد من اهم الحاجات في حياتي. عايزه اقول لكم ان هي بتنظم لي الالكترونكس بتاعتي بشكل غير عادي. حاولوا تلاقوا حاجه شبهها او حاجه زيها او تخترعوا اصلا شنطه زيها. هي عباره عن شنطه فيها جيوب كتير، حط فيها كل الاسلاك بتاعتكم، الشواحن مثلا، الشاحن بتاع بطاريه الكاميرا، شاحن اللابتوب. هنا في ترايبود صغير بيتفرد. يا جماعه الترايبودز اللي بتتفرد دي نعمه من عند ربنا والله. وهنا كمان في الجيب اللي بالجنب حاطه 2 ترايبود تانيين، واحد للموبايل وواحد للكاميرا، علشان اقدر ان انا اصور بالاثنين وبيطولوا. يعني هناخد الترايبود ده مثلا كاكزامبل. انا بحاول افهمكم قد ايه الحاجات ممكن تبقى حاجات كبيره تاخدوا منها ترافل سايز او سايز يساعدكم على السفر. بصوا بيطول بيبقى قد ايه، فتحفه طبعا. في نفس الوقت ما بياخدش مساحه كبيره لانه بيطبق بيبقى قد كده. حاولوا لما تيجوا تسافروا بالحاجات اللي هي بالمنظر ده تاخدوا سايزز تكون لما بتطبق او بتحط في الشنطه ما تاخدش المساحه، نفس الوقت طبعا ما تاخدش وزن. دي تاني حاجه انا احطها في الباك باك بتاعتي، شنطه الالكترونكس انا مسميها كده. واخر حاجه احطها في الشنطه هي الكاميرا. وبكده يبقى خلصنا شنطه الباك باك او الشنطه اللي انا هاخدها على ظهري اللي هي الكاري اون. خلي بالكم في طيران بيسمح بشنطتين كاري اون، شنطه على الظهر وشنطه في الايد. في طيران بيسمح بس بشنطه واحده. خلي بالكم انتوا مسموح لكم بايه، بصوا على التذكره اللي انتوا حاجزينها وشوفوا. انا بالنسبه لي مسموح لي باثنين، ولكن انا مش محتاجه اكتر من كده، هي سفريه قصيره، فهي دي الشنطه اللي هاخدها على ظهري. نيجي بقى للشنطه الاخيره وهي الشنطه اللي انا هلبسها اصلا بقى. اللي شاف فيديوهات الهند هيعرف قد ايه انا كنت معتمده على الشنطه الكروس دي في كل السفريه. مفيش فيديو تقريبا طلعت من غيرها. انها يا جماعه فعلا بجد مفيده قوي وبتبقى معاكم كده على طول. فاهمين قصدي؟ يعني سهله كده في الحركه، مش محتاجين ان انتوا تدوروا وتعملوا كده والشنطه تتزحلق وتقع وتضيع وتتسرق. والناس صغيره حط فيها الحاجات المهمه. انا مش من الناس اللي في السفر اللي بتحب تحط كل حاجه في شنطتها، احط بقى ميك اب واحط اكسسوارز واحط مش عارف ايه. لا، الحاجات المهمه زي مثلا ايه، اول حاجه طبعا واهم حاجه هي الباسبورت هولدر او حامل الباسبور. انا حاطه فيه الدوكيومنتس المهمه، الاوراق المهمه بتاعتي، حاطه فيه باسبوري، وحاطه فيه الدولارات اللي انا خدتها من البنك. تاني حاجه المحفظه. انا عاده ما باخدش محفظتي كلها بالمنظر ده، دايما بجيب محفظه صغيره او احط فلوس على طول في الشنطه دايركتلي. ما باخدش محفظه كبيره كده معايا الا لو قاعده فتره طويله في البلد، لكن المره دي هاخدها عادي. ماسك، كمامه عشان ساعات في اماكن لسه بترخم. والحاجه اللي بعد كده هي الباور بانك. وهحط بقى في الجيب اللي بره كريم صغير اللي عماله اقول لكم عليه من اول الفيديو، وواحده شوكولاته او حاجه عشان لو بعض اتنين ما يخسروش. السماعات بتاعتي بتاعت الودان عشان لو حبيت ان انا اسمع مزيكا او حاجه. واخيرا وليس اخيرا اهم حاجه يا جماعه معاكم في السفر لما تيجوا تسافروا بره مصر، القلم الجاف. عشان انتوا مش متخيلين كميه الناس اللي في المطار اللي معهاش قلم جاف، تقعد تسال ناس ثانيه لو سمحت معاك قلم، لو سمحت معاك قلم، بيعطلكوا قوي وانتوا مسافرين. فما تنسوش يا جماعه تاخدوا معاكم قلم جاف، ويستحسن لو من النوع ده. ليه بقى؟ عشان ما ندورش على الغطا والغطا وقع والغطا مش عارف ايه. فقلم جاف كده يبقى احنا عملنا باكينج لكل حاجه، شنطه ايدي، شنطه ظهري، وشنطه السفر نفسها. انا حضرت معاكم شنطه سفر واحده بس، ولكن انا هيبقى معايا شنطتين علشان اختي بعتني بواحده عشان هي ما كانش معاها سبيس. اختي عايشه هناك بعتني بشنطه، فلو شفتوا معايا شنطتين ما تستغربوش، هي دي بس اللي فيها حاجتي والثانيه فاضيه. ممكن بقى لو عملت شوبينج، رب لا يا رب لا، بس لو عملت شوبينج هبقى احط فيها لان هي هتبقى خدت الحاجات اللي جواها وهتبقى فاضيه في الاخر. من ضمن الحاجات برضو المهمه جدا في شنطه الايد الوايبس. وبكده يبقى احنا تمام وجاهزين للسفر. وبكده انا جاهزه خلاص، حاجه السفر اهي، الويست باج وشنطه الظهر، ومعايا الشخص اللي هيوصلني المطار، رحمه. اكيد خلاص انتوا عارفينها من سفريه تركيا. ضحكتي قوي عشان طلعتش على الشانل. ما هنروح تركيا تاني. فننزل دلوقتي نروح المطار، بس في الطريق هنجيب ايه؟ لب اسمر. ايوه. نظام السفر انتوا عارفين. وشويه هدايا كده، شويه هدايا لاصحابي. فيلا بينا نروح مع بعض. بحب دايما لما اجيب هديه لطفل تبقى فيها فكره، ما بحبش الحاجات اللي هي كده عروسه بتاع وخلاص، لا، بحب الحاجات اللي فيها افكار. فعجبتني قوي دي، بتعمل بيها اشكال، وعجبني الحاجات دي قوي، فبفكر اجيبها. بصوا الحاجات دي حلوه ازاي، بصوا الحاجات دي كمان جامده قوي.
يعمل طياره بتاع مش عارف ايه عربيه، فغالبا هجيب من الحاجات دي، هجيب كذا واحده. والله العظيم يا جماعه انا مودي بيتحسن اول ما بدخل المطار، سواء جايه اجيب حد، جايه وخلاص، جايه لاي سبب من الاسباب، المهم اجي المطار بحس ان انا في قمه السعاده. معايا الهدايا اهو والشنط، داخله على التشيك ان. جه الوقت ان احنا نملى الدوكيومنتس. شفتوا القلم مهم ازاي؟ خلاص يا جماعه عملت تشيك ان الحمد لله، خدت التيكت. كنت خايفه من حاجه واحده بس، ان انا باسبوري فاضل له 6 شهور وينتهي، ومفروض ما تسافروش وانتوا باسبوركم فاضل له 6 شهور او اقل وينتهي، بس هم الحمد لله عدوني ما قالوش اي حاجه. وبقول للراجل اللي بيعمل لي تشيك ان، بقول له لو سمحت ممكن تحجز لي كرسي جنب الشباك؟ قال لي انا عملت كده اوريدي، حجزت لي كرسي جنب الشباك. عارفه ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان احنا الاثنين في نفس الجامعه. دي ميزه ان انا لسه ما غيرتش باسبوري، لسه مكتوب طالبه بجامعه كذا، وهو كان في جامعه كذا هو كمان، فقعدني جنب الشباك عشان احنا ولاد جامعه واحده. كده خلاص انا عملت كل الاجراءات. انا دلوقتي في الديوتي فري كالعاده، مش هبص، عايزه بس اجيب هديه لواحده صاحبتي وخلاص، وبعدين اطلع الطياره. هو كده كده الموضوع مش كبير فتمام، حتى لو جيت بعيد مش حوار يعني. 25 انا جيت ايه 10 ده مش بعيد خالص، فتمام انا ممكن اقعد في الديوتي فري شويه. بس بقى منتوز دي شكلها يضحك ازاي، بس كبيره قد ايه اصلا، بالتعاون مع فانتا، ودي عجبتني قوي. فكر اجيبها من ضمن الهدايا اللي هي ريتر سبورت 10 قطع. حلو قوي صح؟ بسالكم عشان انتوا هتردوا عليا دلوقتي. عاملين بقى عشان احنا في مصر حاجات فرعوني، عشان الناس اللي مسافره تجيب هدايا لاصحابها. الحاجات دي غلط ما نبصش عليها، بص هنا بس. برفيومز. جبت حاجات حلوه قوي الحمد لله. حاليا وصلت مطار البحرين. عايزين نعد مع بعض يا جماعه كم مره جيت البحرين من غير ما اخشها. تقريبا من كتر ما انا بسافر على جولف اير، او اللي هو طيران الخليج او طيران البحرين، انا جيت البحرين اكتر بلد ترانزيت في حياتي. ومع ذلك ولا مره دخلتها، ولا مره في حياتي دخلتها. فعايزين نعمل بقى زياره للبحرين عشان نعيد كده، نطلع بقى مره بره المطار عشان كده مش هينفع. مش هفرجكم بقى خلاص على مطار البحرين، لان احنا يعني خدناه بالتفصيل قبل كده، اتفرجنا عليه كله مع بعض. عايزين ان احنا نغطيه تاني عشان بصراحه من احلى المطارات اللي انا دخلتها. الحمد لله خلاص وصلت دبي. الرحله كانت قصيره قوي، ما بين البحرين ودبي ساعه ولا حاجه، وما حسيتش بيها، حاجه قصيره قوي. حاليا هخرج من المطار، هروح عند نيرفانا انام يعني، مش قادره بجد، تعبانه جدا. مشكلتي الوحيده مع مطار دبي مع انه حلو قوي بس عملاق، فالمشي فيه كتير جدا اول ما توصلوا بقى للبوابه والحاجات دي كلها. عشان تبقوا عارفين بس في دبي بيدوا فري سيم كارد، ما تشتروش خط من بره، وبيدوه اصلا مع يعني وانتوا داخلين البلد بيدوكوا خط ببلاش. عامه شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اكتبوا لي في كومنت شويه اقتراحات يا جماعه، ما تنسوش زي ما طلبت منكم. باي باي.